حبايبي اليوم راح نسوي انا وياكم شوربة النيوم بصرة. مثل ما تشوفون هنا عندنا تقريبا نص يعني ربع كيلو من النيوم بصرة او اقل الربع، يعني هي وزنه يكون خفيف. انا مثل ما انتم تشوفون سويت قسمين، قسم اللي احنا نستخدمه هذا اللي يسمونه نيوم بصرة مال الجدر، يعني نستخدمه بالطبخ، وقسم خليت منه اللي تشوفوه شكله اسود وكبير، هذا خاص لشوربة نيوم بصرة. بس انا اشوف اخبطه يكون نكهته اطيب وافضل. هسه شوفتكم انا شكله، راح نكسره نطلع منه البزر ونكمل نشوفكم يعني بعد ما يتكسر، وننقعه بمي حار تقريبا ساعة، وبعدين نيجي عليه نورده يعني نفته هيجي ونصفيه، ونشوفكم ان شاء الله بقية الفيديو. هسه بعد ما كسرناه وصار بهذا الشكل مثل ما تشوفونه كسرناه، راح نجيب هنا عندنا مي حار ندير عليه ننقعه، يعني تنقيع اذا تغليه يصير بشكل الشاي، بس اذا تنقعيه يكون افضل. مثل ما قلت لكم ننقعه بالماء الحار افضل مما يغلي، من تغلي يصير طعم عباك شاي نيوم بصرة، بس بالتنقيع يكون احلى وارتب. هسه احنا خلينا لنا مي مغليه ننقعه مده ساعه ساعه ونص، ونيجي عليه نهرسه يعني هيك نمرده بايدينا، او اذا عندك بالخلاط الكهربائي ما افضله لان يصير عباك طحين نيوم بصرة. وبعدين نضيف له السكر والثلج ونشوفكم يا ان شاء الله بشكل النهائي. هسه مثل ما تشوفون احنا وصلنا هسه لمرحله المرد. هسه احنا راح نبدي هيجي نمرده بايدينا بهاي الصورة. هاي هو صار له تقريبا ساعة ونص منقع، نمرده بهذه الصورة مثل ما تشوفون. شوفوا نضرب بيه. لا انا ما افضل تخلطوه بالخلاط الكهربائي لان يصير كلش بمروره، يصير مر ويصير كلش هيك عباك طحين نيوم بصرة، مو هذا اللي مثل ما شوفتكم وياه مكسر هيك. شوفوا احنا هسه احنا مستمرين بالتقليب مثل ما تشوفون. مثل ما شوفتكم مردنا هسه راح نصفيه بالمصفي، يعني شك شوائب اشي تنزل بالمصفي. هسه نبدي مالت الهرسة، نود ينزل الناعم مالته لا كلش يعني صف عصرة، يعني على مود المونة مالته كلها تنزل، ما ينزل لنا بس الماي مثل ما انتم شايفين بهاي الطريقة. صدقوني هاي الطريقة افضل مما تفوروه على النار، يصير عباك شاي نيوم بصرة مو شربت، يعني احنا نقول عصير شربت حسب لغتنا احنا هنا نقول شربت نيوم بصرة. هسه نضيف لهنا تقريبا كوبين سكر، يعني تحكم يعني نقول نص كيلو. هسه نخلط السكر نريد نذوبه، يعني اذا اخلي الثلج هسه والمي البارد ما راح يذوب عندي السكر، وحسب ذوقك انت ذوقي يعني تذوقي يعني تشوفين انت حالاته. هسه يعني مثل ما شوفتكم راح نخلي هنا تقريبا قلاصين مي نخففه لان صار مركز امانك يعني ثخين كلش. هسه بهالصورة زين خليت ثلج ومي بارد والسكر مثل ما انتم شفتوا تقريبا نص كيلو سكر نخلطه، وراح اشوفكم الشكل النهائي مالته. هسه راح نصبه ونشوفكم الشكل النهائي. هذا عصير النيوم بصرة، طبعا هو زين كل زين للدوخة، عند يعني من واحد يكون صايم كل زين اذا واحد يدوخ يتوازن عنده الضغط، لان تعرفون الصايم نهاره كله يعني لا ماكل لا شارب، وشوي النيوم بصرة يوزن دماغ يعني تحس فد راحة إلك. واتمنى ينال اعجابكم وتسووه ويعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، والف الف عافية ورمضان كريم عليكم.